ما تخلصينا بقى يا ست الجو الشمس. ايه يا عم في ايه؟ ما غيرت لك البوجات اهو، ايدك بقى على 1000 جنيه. اوعى تعمل اللي في دماغك. ما تقلقش يا عم، انا هحاسبها احلى 1000 جنيه. ايه ده انت مجنون ولا ايه؟ انت بتمسك ايدي ليه اصلا؟ امسك ايد مين يا بت؟ انت عبيطه ولا ايه؟ دي ريحتها شحم. طب اظبط نفسك كده بدل ما اظبطك. ما خلاص يا بت وتتكلمي عدل واجي جنبك. طب اظبطوه. هو انت مسكت ايديها بجد؟ لا بقول لك ايه، انا عارف جو الميكانيكيه ده، تجيبها تقول لك مسكت ايديها وتجيب ناس تحل. ما جاش جنبها اصلا، ده راني و1000 جنيه و2000 3 عشان تحلي. بقول لك ايه يا بت، انت خدي بعضك وخري في داهيه. طب البت دي لو اتكلمت تاني هضربها لكم، لاني مش هضربك انت. وخد عربيتك وامشي. طب بقول لك ايه، انا بقى هديكي من اللي بيزعل. احنا ما استلمناش العربيه واديناكي فلوسك في ايدك. دوري لنا العربيه نستلمها على التك، ولا مؤاخذه لو في قطعه غيار متغيره في العربيه من استيراد لاكسسوار هتشيليها انت. فانا ممكن اشيلك في القصه دي حسبه 30-40 الف جنيه. ايه ثانيه بس، انت العربيه دي اعتبرها ما دخلتش هنا، واللي عندك اعمله. مطرح ما تحط راسكم حطوا رجليكم. في ناس جايه واقفه علينا جايه هناك. خلاص ماشي. خلاص الفلوس اهي. خليها لك. لا خليها لك. بجب عادي. على نفسك. حلة الرز دي لازم تتوب حلا. وانت واقف لي هنا وسايب لي اختك بتتخانق بره مع شباب؟ انت بتقول ايه يا غازي؟ ايوه يا عم، شده مع شباب وتقريبا كده واد مسك ايديها. اختي شده مع شباب انا؟ وانا اكدب عليك؟ طب وانت عملت ايه؟ ما انا جاي اقول لك يا ابني اهو. طب هي في الورشه يعني في دلوقتي؟ الورشه دلوقتي. يلا طب تعالى معايا دلوقتي، تعالى. خلاص كده يا باشا، العربيه دي خلصت، يلا تعالى خدها. ده اولاد مين اللي عيال اللي اتخانقت معاكي دي؟ عيال مين يا اسلام؟ انا عارف كل حاجه وبلاش كذب. مين اللي عيال اللي اتخانقت معاكي؟ وبعدين انت سايب شغلك وجاي لي عشان تسالني مين العيال اللي اتخانقت معايا؟ عشان في ناس بتجيلي بتقول لي اختك بتتخانق، وانا اقعد في الشغل واسيبك انت تتخانقي هنا يعني ولا ايه؟ خلاص يا اسلام، شويه عيال فرافير جم وخدوا اللي فيه النصيب ومشوا. وكل يوم كده يا شويه عيال فرافير خدوا نصيبهم ومشوا وانا اسكت كده. بقول لك ايه يا دولت، ما بلاش مني الشغلانه دي وتعالي اشتغلي معايا في المطعم وريحي دماغك بقى. بص يا اسلام، احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، وانا قلت لك خليك في كارك وانا في كاري. يا عم انا بشتغل ميكانيكي واخر الليل ببقى شيك، انا حره بحب كده. انت خليك في حاجتك اللي بتحبها وانا خليني في حاجتي اللي بعرف اشتغل فيها. يعني انت شايفه كده؟ ماشي يا دولت، بس عايز اقول لك على حاجه قبل ما امشي. هو انت ليه دايما بتحسسيني انا مش بمشي كلمتي عليكي، او انا ما بعرفش احكم عليكي؟ ده من عز انا اخوك الكبير يعني. ليه دايما بتحسسيني الاحساس ده؟ بلاش يا دولت الشغلانه دي، المره التانيه بقولها لك وتعالي معايا. يا اسلام، من يوم ما ابونا مات وانا دايما بصرف على نفسي من الشغلانه دي، لما ابقى اجي اطلب منك جنيه يبقى ليك كلمه عليا، فبلاش بقى نتكلم في الموضوع ده. انت عارف انا بخاف عليك، والناس والعيال اللي في الشوارع دي بيجي شر. وانا الله اعلم عيل تاني يجي لك يعورك في وشك يبهدلك، انا هعمل ايه؟ لو